السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى جمهور. طبعا احنا قد فعلنا فيديو سابقا أنا والأستاذ محمد القطامي والأستاذ أيمن الحجوري والأستاذ محمد، أسمعنا من أشياء جميلة من التراث الصنعاني. اليوم جبنا حاجة على ذوقه ويسمعنا. أستاذ محمد. طبعا لدينا تواشيح يمنية كثيرة ونقتص منها طبعا مقطوعة صغيرة. يا غصني لابس قميص أخضر مشجر وضاس، لازال لي عنك انما الا الله لطيف، لازال لي عنك انما يا مبتسم عن عقيق أحمر وأفصاص ماس، من صنع ربي السماء ألا الله لطيف، من صنع ربي السماء. قل لي متى نجتمع يا بابلي العيون في سفح صنعاء اليمن ألا الله لطيف، في سفح صنعاء اليمن. ما شاء الله عليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، نعم. هذا الكلمات كلمات الشاعر من؟ لا أذكر. ألحان التراث اليمني. ألحان التراث اليمني الصنعاني. من غنى بها كمغنيين معروفين مشهورين؟ غنى بها مغنون كثيرون جدا، يعني كبار الفنانون تغنوا بها وكبار المنشدون، يعني هي انشوده واغنيه في نفس الوقت، او توشيح واغنيه في نفس الوقت. توشيح مشهور واغنيه مشهوره. يعني هذه في وصف صنعاء؟ لا، ليست في وصف صنعاء. أه. انما هي في وصف الحبيب او المعشوق. لو تلاحظ انها غزلية. يا غصن لابس قميص، يعني شبه الغصن بأنه لابس قميص، وهذا من يعني يعتبر اسمها استعارة مكنية إيه؟ في اللغة العربية. شبه الغصن بأنه يلبس قميص، يا غصن لابس قميص أخضر مشجر وضاس، لا زال عنك النمى، لا زال عنك النمى، إلى آخر القصيدة. تلاحظ أنها قصيدة باللهجة اليمنية الصنعانية قريبة إلى اللغة العربية الفصحى، ولكنها تملأها محسنات بديعية ويملأها تشبيهات واستعارات جميلة في اللغة العربية. ربما الأستاذ أيمن تخصص اللغة العربية أدرى مني بذلك. يا غصن لابس قميص يا أستاذ أيمن أحمر وأخضر مشجر وضاس، لا زال عنك النمى، هل هي استعارة هذه أم كناية أم ماذا تسمى؟ نعم، هي استعارة، هذه استعارة مكنية. هو الآن يعني كان يتحدث عن المرأة وعن المعشوق وعن الحبيب. قال يا غصن لابس قميص شبه أخضر. أخضر شبه يعني بجمالها وبزخرفها كالغصن الذي إيش يلبس الشيء الخضر أو الجمال. هي استعارة مكنية وكلها جمال من جمالات اللغة العربية، كلها بلاغات. إلى أن قال يا أستاذ أيمن يا مبتسم عن عقيق أحمر أو قال أصفر
يا مبتسم عن عقيق أصفر وأفصاص ماس من صنع رب السماء. نفس الشيء يا أستاذ محمد، شبه المرة يعني بأشياء جمالية من خلق رب العالمين بألوان مزخرفة. وهنا وجه الشبه هو ماذا؟ العقيق الذي لونه أصفر وأحمر وأخضر، وهذا إنما يدل على إيش؟ يدل على جمال هذا العقيق، وبالمثل يدل على جمال المرء.